حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد وروتين مشجع وحلو زيكم. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات، وانا عارفة ان انا مطولة عليكم في الروتينات وبقالي كتير ما نزلتش، بس والله اختكم كانت تعبانة وكمان سيليا عندي تعبانة قوي، فادعوا لها بالشفاء. علشان خاطر هي بجد الوقت ده صعب جدا عليها، فربنا يشفي كل مريض ويشفي لنا اولادنا يا رب ويبارك لنا فيهم. طبعا صحيت كده كانت الساعة 7 الصبح. حبيت ان انا اعمل فطار ليا والسيلة. عملت لها كوباية لبن كده، وزي ما انا بقول لكم هي ما بتشربش اللبن كده. فانا لازما ادخل لها يعني جنبي حاجة ان هي تاكلها، فبحط لها نص الفينو كده وبسقيه في قلب اللبن، وهي كده بتكون بتشرب اللبن وفي نفس الوقت بتاكل الفينو. فهو ده اللي انا يعني بدخل لها في اللبن، هو الطريقة دي. بس طبعا كان عندي بقى قطة الاطفال كانت مبهدلة قوي، وكنت عايزة ان انا اخلصها. طبعا الوقت ده كان بعد الفجر كده على طول. حبيت ان انا اقوم على طول كده ان انا اتنشط، وبعد كده فطرنا. كانت الساعة 7، يعني قلت ان انا هبدأ الاول اعمل اوضة الاطفال، وبعد كده ان شاء الله هفطر وافطر سيلة، ولو هي حبت ان هي تنام تمام، لو مش عايزة تنام احنا بنقعد طبعا لحد الساعة 12 الظهر، ممكن ما ننامش طبعا. حطيت ستارة كده بيضة، وانا لسه مشترياها جديد يعني. وحطيت كمان المفارش القطيفة بتاعتي. دي برضو اول مرة افرشها. ما كنتش بفرشها خالص. دي اول مرة يعني انا افرشها. فرشت طبعا الاول ملايات اطفال، وبعد كده المفارش القطيفة علشان بس ما تزحلقش في قلب السرير او من المرتبة يعني. وبس كده، وكنست الارضية ومسحتها ونمنا شوية طبعا. وبعد كده نزلت انا وجوزي جبنا بقى هدوم لسيليا كده شتوي. حبيت ان انا انزل اجيب لها كده ترنجين علشان خاطر هي خلاص كلها كام يوم يعني وهتتم سنة وما عندهاش ترنجات شتوي خالص. ف ما شاء الله يعني هي طولت وكبرت. كان عندها، لكن كان عندها اللي هو ايه اللي هم صغيرين، يعني من سن مثلا 3 شهور ل6 شهور الكلام ده كله. فحبيت ان انا اجيب لها كده ترنجين. نزلت امبابة و بجد بجد يا بنات، الخامة بتاعت الترنجات والمكان اللي انا روحته ده اصلا بجد هو عبارة عن كل حاجة وملتزمات الاطفال، والاسعار بجد تحفة. يعني كنت جايبة اهو زي ما انتوا شايفين كده ترنج 3 قطع، وبجد بجد الخامة تحفة ومتبطن من جوه زي ما انا بوريكم ان الجاكيت متبطن من جوه، وفي نفس الوقت فرو من بره كده، وشكله كمان شيك جدا، ينفع خروج ينفع بيتي. وهو 3 قطع جاكيت، وكمان فانلة كده او فانلة بكم يعني، وكمان بنطلون، والبنطلون فيه كلمة كده متطرزة عليه. فكان بجد بجد، وكان سعره كان عامل 410. وكمان جبت لها شامبو نونو، انا بستعمل شامبو نونو، فكان عندي الشامبو بتاعها يعني خلص، فحبيت ان انا برضو اجيب لها من المكان ده. بصوا هو ما يتوهش خالص، انت انزلي امبابة وقدام فتحي سليم كده اللي هو بتاع الجزم، قدامه على طول بالظبط هو المحل ده. انا بصراحة مش فاكرة اسم المحل قوي، علشان انا لما شفت المحل بصراحة ما ركزتش في الاسم، دخلت على طول، وكمان الشنط بتاعته مش مكتوب عليها الاسم فنسيت خالص. انا كنت جايبة الشامبو ده كان 500 ملي، وكمان كان معاه عرض بلسم كده 50 ملي، وكان الاتنين دول بسعر 150 جنيه.
فده بصراحة يعني تحفة جدا. وجبت لها كمان ترنج، هو متبطن من جوه زي ما انتوا شايفين كده، ومرسوم عليه قطة او ايس كريم وقطة كده، والقطة اللي من فوق بارزة يا بنات، وكمان البنطلون بتاعه متبطن، والكلمة برضو بتاعته متطرزة زي ما انا بوريكم كده ومتبطن. يعني ينفع بجد في الوقت اللي هو الشتا ده هيدفيها جدا. وكمان انا جبته لها يكون واسع شوية ومريح، علشان خاطر الاطفال زي ما انتوا عارفين احنا بنلبسها كذا حاجة، علشان لما لبسها كذا حاجة تحتيها يبقى الموضوع يعني حلو، وكمان ما يبقاش ضيق عليها، لا يبقى واسع كده واخد راحته. وكمان ينفع السنة الجاية، احنا زي كل امهات كده لازما ايه نخلي كده لسنة وسنتين وتلاتة معانا الحاجة. بس طبعا رجعنا وكان ميعاد الغدا، حبيت بقى ان انا اعمل كده شوية شوربة عدس، سوري معلش، علشان خاطر بصوا انا بفرح جدا جدا بالوقت لما بحس ان الوقت يبقى خريف كده وان الشتاء خلاص هيشتي، والوقت دلوقتي اصلا بقى بيسقع بالليل وبقى الجو رطب كده وحلو. فاول ما بحس بالاحساس ده على طول كده شوربة عدس بجد بتدفي، وبحس كده ان انا خلاص يعني الشتاء شتى. بس فطبعا انا بعمل شوربة الخضار، شوربة قصدي معلش مش عارفة جاية معايا ليه شوربة خضار، سوري شوربة عدس. انا بعملها بطريقة جميلة جدا جدا، ولو اتبعت الطريقة دي والله بجد عمرك في حياتك ما هتعمليها غير كده. بجيب معايا ايه بقى، بصلتين بقطعهم قطع كده، وبجيب بطاطسيتين برضو بقطعها قطع، وبجيب 5 طماطميات بقطعهم برضو، وبجيب 4 جزرات كده او 5 جزرات على حسب الجزر، لو وسط عندك بتجيبي 5 ولو كبير بتجيبي 3 بس. وبتقطعيهم، بنزل بشوية زيت في قلب الحلة، وبعد كده بحط البصل بخلي يدبل شوية، وبعد كده بنزل بالخضار اللي هو البطاطس والجزر، وبقلبهم كده بشوحهم شوية في قلب البصل والزيت. وبعد كده لما برضو بحس ان هم قعدوا مثلا 5 دقايق كده في قلب البصل والبطاطس والجزر، بنزل عليهم بالطماطم المتقطعة برضو. قطعي زي ما انت تحبي اي قطع، كده كده هما بيتعصروا في الاخر، يعني اي حجم انت تقطعيه براحتك. يعني ممكن تقطعي الطماطمايه نصين وترميهم، انتوا فاهمين. كده كده العدس والشوربة بتخلي الحاجة تدوب، وبعد كده انت بتضربيها بالهاند بلندر وبيبقى العدس يعني جاهز وزي الفل. طبعا نزلت بالعدس وانا معايا ربع كيلو من العدس الاصفر، غسلته وبعد كده نزلت بيه في قلب المقادير اللي انا قلت لكم عليها، وبعد كده قلبته شوية برضو، ونزلت بمية سخنة او مية دافية على الخضار بتاعي، وهديها تقليبة بس بسيطة. وبعد كده هقفل عليها الغطا وهسيبها لحد ما تستوي. بتستوي قد ايه يا اسماء؟ بتقعد من ربع ساعة لنص ساعة، علشان خاطر الخضار كله يبقى كده اللي هو ايه جاهز، وكمان الجزر بتاعك يبقى مش ناشف، لا يبقى طري ومرمل كده. تبدأي ان انت تضربي فيها، يعني بصوا زي ما انتوا شايفين كده الحجم بيتضاعف، ولو المية قلت منك تقدري ان انت تزودي المية كوبايتين كمان. كل ما تحسي ان المية مثلا قلت زودي كوبايتين كمان. ومعايا البهارات، معايا ربع معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، والكزبرة الناشفة، والسبع بهارات. ومعايا ظرفين من الدجاج الماجي، يستحسن ان هو يكون بطعم الفراخ. ومعايا الملح على حسب طبعا رغبة، انا زودت معلقة صغيرة من الملح، وعلى حسب برضو انت ممكن تكوني ما بتحبيش الملح يكون زيادة، فممكن تحطي نص معلقة او ربع معلقة على حسب طبعا ما انت بتحبي الملح بتاعك يكون ايه. طبعا بديها بس غلوة كده بسيطة في قلب
البهارات. وبعد كده بجيب الهاند بلندر وبدوب كل الخليط بتاع الخضار، وهو بصراحة يعني على طول بيتضرب معايا، علشان خاطر زي ما انا قلتلك انا قعدت نص ساعة سايباها على النار، فكل حاجة كل الخضار يعني داب. فاول ما بتضربيها طبعا انت لو ما عندكيش هاند بلندر ومش متوفر عندك، تقدري ان انت تسيبيها تبرد شوية وبعد كده تحطيها في قلب الخلاط وتضربيها بالخلاط عادي. تمام. ضربتها ضربة كده كويسة، وانا بحب اخليها اللي هي تكون دايبة خالص. طبعا معايا ربع كيلو من الشعرية، بحط طبعا عليها زيت كده وبسيبها ان هي تتحمر كويس جدا. وزي ما انا بوريكم الشوربة بتبقى السمك بتاعها ايه. طبعا انتي خليها كمان اخفف من كده، علشان لما بتحطي بتحطي الشعرية عليها يعني بتتقل، علشان الشعرية بتتضخم شوية وبتتنفخ كده في قلب الشوربة فبتمسك شوية. فانتي ممكن تخففي الشوربة كمان شوية علشان خاطر بس الشعرية هتمسك فيها وهتبقى تقيلة. بس طبعا زي ما انتوا شايفين طشيت عليها الشعرية، وبعد كده بسيبها لمدة ربع ساعة كده على النار الهادية، علشان خاطر بس الشعرية بتاعتي تبقى كويسة كده وتستوي مع الشوربة. وبس كده بقدمها مع عيش ناشف، وقطعت كمان شوية بصل كده احمر، حطيت عليه شوية ملح وشوية خل وشوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية ملح. وبجد بجد دي من احلى الاكلات اللي انا بحبها للشتاء. وبس كده اكون خلصت معاكم روتين. استنوني فيديوهات حلوة زيكم وروتينات جميلة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.